التواصل الثقافي أمر تحمله على عاتقها النوادي السينمائية، وهو تيمة الدورة 13 للجامعة السينمائية التي تنظمها الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ونادي الفن السابع بالجديدة. دورة أخرى ببرمجة مكثفة بين أنشطة وورشات، كما سنتابع مع يونس رفيق. بمسرح الحي البرتغالي بالجديدة كان الحضور لافتا لثلة من الفاعلين في الحقل السينمائي المغربي. هي منصة حوار وتبادل ثقافي بين المبدعين السينمائيين ضمن فعاليات الدورة 13 للجامعة السينمائية في إطار إعادة تجديد نادي الفن السابع بالجديدة بعد أزيد من 3 عقود من التوقف. هذه الدورة هي تأتي بعد توقف النادي السينمائي لمدينة الجديدة لأزيد من 30 سنة. هو الآن يعود من الباب الواسع. هي مناسبة أيضا لكي نقول بأن جامعة الأندية الوطنية للأندية السينمائية تتخطى المرحلة الرابعة ربما في مسارها وانفتاحها وأيضا إنتاجها السينمائي وترويجها فقط. الدورة التي تحمل اسم المخرج المغربي إدريس شويكة تشهد تنظيم عدة أنشطة وورشات تعنى بتطوير مهارات المشاركين في مجالات الفن السابع المتعددة. اللي جميل جدا هو أنه كاين واحد الغلاب اللي جاية دابا اللي كتكيف مع الوضع الحالي وكتستمر أو كتجعل الجامعة الوطنية للأندية السينمائية تستمر في العمل ديالها. برنامج الدورة التي حملت شعار نوادي السينما جسر للتواصل الثقافي تضمن عرض فيلمين طويلين لإدريس شويكة هما فينك الأيام وفداء عن المقاومة المغربية، إلى جانب 10 أفلام قصيرة من إنتاج وإخراج أطر الأندية السينمائية.